وحوي يا وحوي ايوه. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وينعاد عليكم الأيام بخير ويا رب كده في أحسن حال. دي زينة بتاعتنا. عدينا بمراحل كتير قوي جدا 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 قبل ما يعني تشوفوها في الفيديو، قبل ما نبتدي نفرش. لأن ده النظام ده القعدة الصيفي بتاعتنا. ف فمنها بقى تنظيفة اللي هي نهاية الشتاء، وفي نفس الوقت فرش رمضان. شوفوا بقى الفيديو وقولوا لي رأيكم. متنسيش لو أول مرة تشوفي القناة تعملي اشتراك وتعملي لايك وكومنت حلو كده، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات بتاع الفيديوهات، عشان فيديوهات رمضان هتبقى كتير بإذن الله. هنا كده كنت بصور كده بالإضاءة بس بتاع الزينة. اول بقى مرحله عملناها خالص كان من كام يوم كده، ان احنا مسكنا الحيطان بتاع السلم من اول الدور الثالث لحد الدور الاول كلها بالسلك. اتغسلت، هي نضيفه بس ايه التراب والكلام ده. طبعا الدرافزين بتاع السلم لازم عشان ايدين العيال الصغيرين والكلام اللي هو الحركات دي. السلم الخرسانه ما انصحش حد يعمل كده، غير احنا بنعملها مثلا مره في دخلة الصيف كده عشان خاطر ننضف بقى اثار الشتاء ولو كده. ولو في مطر طبعا غصب عننا لازم نعمل المسحة دي برضو. فهنا كده كان الشباك بقى بهدل في قمشير وفترة الخريف دي، فبالخرطوم والمقش نضفناه، التراب كله نزل على السلم. ابتدينا بقى نمسح بقى ونخلص، قلنا هنعمل الحاجات اللي من بره الاول بعد كده ندخل على الشقة. فاحنا ابتدينا بالسلم الاول لان الحاجات دي ممكن تبهدل لها الشقة بعد كده. فاي بقى منظف عندك واديله ادي بقى اللي هو ايه، بيرسل جل، كوليركس الوان، جنرال، اي حاجه بتاع ارضيات استخدميها. ممكن كلور، الناس اللي بتحب تستخدم الكلور كمان بيبقى جميل قوي، بيلمع الرخام خالص. هنا كده كنا بالبرسيل الجل، وطبعا كذا حد بقى، كنا كذا واحده مع بعض. ليه؟ لان حوار يعني، واحده ماسكه الخرطوم عشان ما يفلتش مننا، واحده بتعمل بالسلكه الحيطه، واحده يعني انا والبنات كده مع بعض. كنا مقسمين الشغل علينا. فهنا كده مسكنا بقى السلم، مسحناه ونشفناه وكل حاجه. نزلنا على الدور اللي كمان اللي تحت، الدور الاول. عملنا الحيطان بتاعته مع الحيطان بتاع مع حيطان السلم يعني وكده. ف لا بصراحة كان ده كده المنور. ابني بقى ايه مجمع كل الحاجات دي، شالها كلها رميها، معرفش هو بيحوش الحاجات ليه. فضينا المنور ده نهائي، مخلناش فيه حاجة. الارضية وكل حاجة اتلمعت. اي نعم هلكنا مية كتير، معرفش. بس هي بتبقى مرة يعني، مش على طول، دايما بيبقى بالشرشوبة بقى بالقماشة كده ويمسحوا على طول. هنا بقى كنا خلاص بقى خلصنا الحيطان والارض، وابتدينا بقى ايه نعمل السجاد. طبعا ده كان تاني يوم، عشان انا ما اقولش بقى ان احنا عملنا ده كله في يوم واحد، لان ده يبقى انا مجنونه كده لو عملنا كله في يوم واحد. فاحنا عملنا تاني يوم الموكيت وكده، واتغسل واتنشر بقى في الشمس. ده فرش اوضه الاطفال بس، بقيه الفرش كله بتاعنا نضيف، وسجاده الانتري، لكن بقيت كل حاجه كان متظبطه يعني. فهنا كده السجاد، وكمان ما خدش وقت على الحبل، نشف بسرعة. الجو اليومين دول ما بقاش ساقع قوي. هنا كده بقى كنا ايه خلاص بقى يعني خلصنا. الارض اتمسحت، كان تحت السلم بس هو اللي هيتعمل. فالبلاط الابيض تحفة يا جماعة، انصح اي حد بيعمل اي شقة جديدة اعملي الارضية لون موحد، لون واحد فاتح. ممكن تعمليه بيج، ممكن تعمليه ابيض، ممكن تعمليه يعني درجة فاتحة. ما تحطيش الوان غامقة خالص، وما تعمليش بلاطة وبلاطة، وما تعمليش اي حاجة من كده. اللي عايز يعمل بورسلين يعمل، مع ان في بلاط حاليا بقى نفس شكل البورسلين، نفس المقاس يعني. هنا بقى كده كان دي الطرقة بتاعتي، قلت اصورها معاكم. ده الشكل بعد العمرة بقى، بعد التنظيفة يعني، لان انا ما جبتش معاكم تنظيفة المطبخ لانها مش مستاهلة يعني، انا عاملينها قبل كده ومش حكاية. ده فانوس بتاع بنوتي حطيتهولي كده.
انا كنت احط ديكورات تانية، قالت لي لا حطي الفانوس ده وخلي الديكورات المدخل تحت. الراديو بقى صديقي ده بتاع اذاعه القران الكريم بقى وكده، على طول مشغله عليها. هديه صحابي ليا في عيد ميلادي. الستاره دي ليها زمن عندي. هنا كده كنا بصور لكم بقى المطبخ كده بعد ما اتفرش. جبت مفارش بس مش من الغاليه اللي هي الجلد كده، لا جبت المفارش اللي هي العاديه الخفيفه. قلت ايه ده، هو اسبوعين وهتتشيل. والرفوف دي رصيت فيها كل الاطباق اللي انا هستخدمها في رمضان، او اللي انا بستخدمها عامه طول السنه يعني. وعملت استخدمت العلب دي كنظام ادراج، ان هي انظم فيها الحاجات بتاعتي حسب كل علبة فيها ايه. يعني علبة فيها الحاجات بتاع الكريم شانتيه والحاجات اللي هي بتاع الكحك والبسكويت والحاجات كده، وعلبة بقى فيها المعايير والكلام ده. هنا كده ده دولاب الخزين. كنت لسه مرصتش معظم الحاجة بتاع رمضان، يعني لسه مرصتش كل حاجة. ده كده بقى الرصة بتاعتنا، حاطة الجرانيت والستانلس في رفين من فوق قصاد بعض، ومن تحت حاطة الألمونيوم، وحاطة العلب اللي هي البلاستيكات بقى والبولات والحاجات اللي زي كده، علب حفظ التلاجة، واللي جنبيها المصافي والبولات الستانلس، الطواجن، الادوات الكهربائية وكده. وعندي الشيالة دي حطيتها في المكان ده، مكان استراتيجي بصراحة. حطيت فيها الورق الفويل والاسترتش والمفارش بتاع الاكل وكل حاجة. ده البوتاجاز طبعا انا حاليا اخويا لسه جايب لي قاعدة ليه بعد ما خلصنا بقى. جايب لي قاعده، عامل لي قاعده حديد بعجل عشان الرجلين بتاع البوتاجاز يعني رخمه قوي في الجر وكده. ورصة الميلامين في المطبقيه، وكل العلب نظيفه، كل حاجه نظيفه. ده يعتبر الروتين بتاعنا اصلا الشهري، يعني احنا الشهري بتاعنا ان احنا بنعمل كده، باختلاف ان مثلا معلقين زينه رمضان اللي هي اللي على الحيطه او الجامع او كده، لكن غير كده مفيش حاجه جديده يعني. دي كده بقى الزينة بتاعتنا هي اللي على الحيطة دي، جامع كده معلقاه ينور ويطفي، وما عملتش زحمة يعني. وانا بقى ابتدينا كده، دي بداية بقى الزينة بتاعت رمضان عندنا. السلم علقنا عليه الزينة الورق، لزقناها على الحيطة كده. هي حبال وعملناها كده دوران. وهنا الفانوس بقى، الفانوس ده عندي من مثلا 5 6 سنين كده، من 2015. حاطاه برضو على حاطه له شمعة الكتروني، وحطها على السلم شكله جميل، ومعلقين بوجي على السلم برضو. بعد كده بقى المدخل بتاعنا ده كده شكل المدخل، الإضاءة وهو كده عتمة خالص. بعد كده هوريكم شكله بقى لما النور يشتغل. قماش خيامية بقى، كشن بقماش الخيامية، وكشن بالقماش اللي هي عليها بوجي بقى وحاجات زي كده، اللي هي الحاجات الجاهزة دي. وهنا كده دي الترابيزة بتاعتنا بقى على الفانوس بتاعي والتمرية، وخلاص على كده يعني. هوريكم كله بقى في الإضاءة دلوقتي. تنسيش بقى لو بتتفرجي معايا لحد هنا، تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم مرة تانية. ده بقى النور جه. ايه رأيكم في الشكل؟ تحفة بجد. المفرش ده انا اللي عملته، قماشة من قماش المخدات بتاع الركنة. عملت عليها جزء كده من الخيامية، خدت رسمة كده من الحرف حطيتها في الزاويتين، ومرضتش احط حاجة في النص، وقلت ده يبقى مفرش رمضان بقى للترابيزة على طول. وحط على الترابيزة الفانوس، حط على التمرية، وحط العياشة جواها حاجات خيش كده برضو انا اللي عاملاها، ومسدس الشمع وكده، وحاطه فيها بلح. دي عربية الفول بتاعتنا، بوجي بقى لا ده بكار. بصراحة هي زينة رمضان بتعمل جو تاني. والزينة دي ما بتجيش مرة واحدة، يعني ما تجيش مثلا تقولي اصل انا عايزة اعمل زينة فتعملي زينة مرة واحدة، لا انتي اعملي الزينة ايه على مراحل. يعني انا مرة جبت مثلا القماش اللي انا حطاه الخيامية اللي من على الركنة، قبليها كنت عاملة الكوشن، قبليها كنت عاملة حاجات، يعني كل شوية حاجة. ف كده يعني. المهم ايه، ان ده الشكل. الستارة دي كنت عاملاها برضو في مرة لوحديها، جايبة الفوم الجليتر بس مش اللي بيتلزق، وقصيته على شكل هلال ونجمة وفانوس وعملته.
ده المدخل بتاعي اللي هو بين ورا الباب الحديدة على طول في مدخل تاني اللي هي في البلكونة. آم، ده علقت فيه بقى الزينة، الورق دي تحفة، انا بحبها طول الصيف، تقعد تروح وتيجي كده، بتحسسني ان الجو هوا، يعني سيبنا من اي حاجة، لا هي بتحسسني بجو هوا جميل جدا. ما تنسوش بقى قولوا لي رأيكم في الفيديو. والديكور بتاع رمضان بتاعنا ده حلو ولا لا؟ احنا عندنا صور كتير متعلقة بتاع ناس ربنا يرحمهم، يعني حماتي وحماية وجدي وجدتي. ف المدخل بتاعنا مليان صور ميتين. بنفكر نشيلهم والله ونحط ديكورات، بس مش عارفة بقى هنشيلهم ولا لا. المهم ايه رأيكم بقى في الشكل العام؟ الستارة الرمادي دي